حطي السردين في الازازه اسبوع وادعي لي وكلي احلى سردين مملح في الازازه بالصوص كده، الليمون الجبار مع الفلفل السبايسي، بجد رهيب. اعمليه وادعي لي وهتشمي احلى ريحه سردين وهتاكلي احلى سردين مزبد. هتجيبي السردين وتغسليه وتصفيه في المصفى بالشكل ده، وهتجيبي اي ازازه فاضيه عندك، لان الازازه دي هنستخدمها مره واحده وبعد كده هنرميها. تمام. هتحطي السردين زي ما هو كده براسه في الازازه وتوقفيه بالشكل ده. فلفل احمر سبايسي وفلفل احمر بارد هحطهم كده على بعض، وعندي كوبايه عصير ليمون هحطها عليهم، وعندي قشر الليمون اللي عصرته ده اهم حاجه عشان اقفل بيه الازايز، وعندي ملح. الازازه انا هحط عليها 4 معالق ملح من الخشن، وهفضل ارج الازازه لحد ما الملح يتوزع على السردين. رجي كويس الازازه بالملح، بعد كده هتنزلي بشويه زيت يعني ونص كوبايه من الزيت اهو زي ما انت شايفه كده، وهنزل بالهريسه الشطه والعصير الليمون اللي احنا حطيناه عليها، ورجي الازازه كويس جدا. ايوه حطي كده بقمع هتلاقيها بتنزل معاكي بكل سهوله في الازازه. وهحط قشر الليمون واقفل الازازه من فوق كويس جدا، وبعد كده هرجها رجتين 3. قفلتها ورجيتها رجتين 3، قفلت عليه لمده 5 ايام. كلي احلى سردين بالصوص بتاعه، زبده بجد رهيب واحسن طريقه للسردين، وطعمه استحاله تشمي فيه اي زفاره او اي ريحه، وحطيه في التلاجة بعد كده.